طبعا انا عايز اقول لك خبر هو مش جديد على ودنك، انت على طول بتسمعه، يعني معتاد، ودنك دايما واخده عليه، مألوف بالنسبه لك. ايه هو بقى؟ ايقاف قيد نادي الزمالك. تمام. ابراهيم انضاي راح رفع قضيه على نادي الزمالك عشان ما خدش مستحقاته كالعاده، وتوقف القيد بتاع نادي الزمالك كالعاده. تمام. طيب، سؤال بقى هنا للناس اللي كانت طالعه من كام يوم بتقول ان النادي الاهلي بيفرغ النجوم بتاعت نادي الزمالك عشان يضعف المنافس. هل برضو الاهلي هو اللي وقف القيد بتاعك؟ هل الاهلي سبب في ايقاف القيد بتاعك اللي جاي واللي راح واللي هيجي؟ ده لسه في فرجاني ساسي ولسه في باتشيكو. تمام. هل الاهلي السبب في الكلام اللي بيحصل ده؟ حد فيكم هيطلع يقول مين السبب او مين المتسبب في الكلام ده؟ ولا حد هيفتح بقه ولا هنسمع حس حد فيكم. انتوا بس بترموا الفشل على النادي الاهلي. طيب، بالنسبه بقى للناس اللي بتقول ان النادي الاهلي بيجيب الصفقات دي منين وبيغسل، انا ليا موارد كل سنه بروح كاس عالم انتر كونتيننتال، بروح بطوله افريقيا، فبيجي لي بيخش لي بالدولار. السؤال ده تساله لنفسك انت مالكش موارد بتجيب الفلوس منين؟ انت مالكش موارد بتجيب الفلوس منين؟ انا ليا موارد وبجيب فلوسي من الموارد بتاعتي. انت بقى مالكش موارد بتجيب الفلوس منين؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي.